السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اضرافك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية، والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه بيبي سيتور. التطبيق ده مساحته 15 ميجا، محمله اكتر من 100,000 شخص. التطبيق ده تطبيق فرنسي موجود في الاتحاد الاوروبي. تقدر من خلال التطبيق ده ان انت لو بتدور على جليسة لطفلك ان هي تقعد معاه، طفلك بقى العمر المختلف بتاعه مثلا من سن بداية من 6 شهور لحد 5 سنين، فانت بتقدر تلاقي جليسة الأطفال على التطبيق ده. تقدر تختارها تكون سكنها قريب منك بحيث ان هي تجيلك على طول. تختار ساعات العمل بتاعتها، تحدد السعر بتاعها، اذا كان السعر بيتحدد بالساعة او بيتحدد باليوم او بيتحدد بالشهر. تقدر تقيم جليسة الأطفال أو تعرف التقييم بتاعها عامل ازاي، بحيث ان الناس ان يوم اللي هم اشتغلت عندهم قبل كده او جربوها قبل كده يقدروا يقولوا لك رأيهم مثلا فيها. تقييمها 3 نجوم، 5 نجوم، 4 نجوم. هل هي منتظمة في موعدها؟ هل هي كويسة مع الأطفال؟ هل هي بتعمل مشاكل؟ هل هي الأطفال مثلا مش بيحبوها أو بيزعلوا منها أو بيتضايقوا منها أو بيعيطوا وهم معاها؟ كل الحاجات دي بتقدر تعرفها من خلال التطبيق ده. كل التقييمات برضو بتقدر تعرفها من خلال التطبيق ده. كمان بتقدر تعرف عنوانها ومحل السكن بتاعها وقربها منك او بعدها عنك. ده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الفرنسية، مفهوش لغات تانية. بالاضافة طبعا ان الجلسة بيكون ليها سعر او سالري غير الفلوس اللي انت بتدفعها للتطبيق. ده كده الغرض من التطبيق وفائدة التطبيق ومميزات وعيوب التطبيق. لو عجبك شرح التطبيق ياريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين ياريت تسيب لي في الكومنت. لو شفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبة لو شفت ميزة او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو. ده دايما تنويه بنوع عليه في اخر كل فيديو، علشان لو شاهدت الفيديو بعد نزوله بفترة طويلة وحملت التطبيق واكتشفت فيه حاجة مختلفة اكتبها في تعليقات الفيديو. واحنا دايما بنثبت التعليقات سواء الإيجابية أو السلبية. أما لو أنت دخلت على القناه ولقيت الفيديو موجود بقاله فتره طويله وخايف ان انت تحمله لا يكون في حاجات ما تعجبكش سواء ايجابيه او سلبيه، فانت ممكن تكتب لي في تعليقات الفيديو او تراسلني على الفيس او على ماسنجر على الاكونت باسم مراجع برامج وتقول لي اشرح لي التطبيق ده مره كمان، وانا انزل لك شرح مفصل ومبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشارك عليه وازاي بتلغي الاشتراك. الكلام ده بنقوله ليه؟ بنقوله عشان في بعض الناس بتخش على القناة وتشاهد فيديوهات موجودة على القناة بقالها فترة طويلة. فترة طويلة دي يعني بقالها سنة أو 10 شهور أو أكتر من سنة، وتحمل التطبيق. وبعد ما تحمل التطبيق تقول لك أنت ليه مش قايل الحاجات المميزات اللي موجودة في التطبيق كلها، وليه مش قايل العيوب اللي موجودة في التطبيق كلها. لأن ببساطة وقت شرح التطبيق ونزول الفيديو كانت الحاجات اللي أنا قايلها في الفيديو هي اللي موجودة. أما بعد فترة او بعد نزوله بفتره طويله فالتطبيق بيكون نزل ليه تحديثات، لان اللي احنا بنشرحها دي التطبيقات يعني بتنزل لها تحديثات مستمره، ممكن كل يومين، كل اسبوع، كل شهر تلاقي تحديث نزل للتطبيق. عشان كده دايما بنقول لو اي حد اكتشف ميزه او عيب يكتبها في التعليقات بتاعه الفيديو. وشكرا، سلام عليكم.